ومتعب وفلافيو بمسانده من بوتريكا. هو الخطر قائم ودائم الان على دفاع الصفاقسي. مرة ثانية تمشي بعد تألق الجواشي في كرة أولى ملعوبة مرة ثانية، كرة وتسديدة للنادي الأهلي. النادي الأهلي يحاول يتصيد أي خطأ في هذه المباراة ويحافظ على المستوى القادم في 20 انتصار، بينما كرة خطيرة وفرصة والهدف الأول. هو الهدف الأول للنادي الأهلي، لكن الحكم يلغيها من هذا. فلافيو يؤكد الهدف، إثارة وهدف أول لفلافيو، هدف أول لفلافيو فرحة 80,000. ما غير شك الأهلي في وقت الحديث عن خبرته وتجربته تقريب في نفس توقيت هدف لقاء دوري المجموعات. بوتريكا كان في الوضعيه المناسبه، هذه المره نبهنا النادي الصفاقسي الخطوره في الكره الثابته. بوتريكا يلعب كره مش ممكن بهذه الطريقه تدخل كره النادي الصفاقسي، لكن لما تكون مع بوتريكا يلزم تستمتع وتتمتع. 1-0 من محمد بوتريكا، هدف مباغت، هدف يسهل عليه الدفاع وخاصه الحارس الجواشي. خروج غير موفق بالمره للجواشي. نتذكروا هدف فلافيو بالراس، يتعاود سيناريو في مباراة أهم، مباراة حجم ثقيل ورهان كبير، وبالتالي تتغير المعادلة. ما فكرش في التسديد، يختار حل التمرير، يطلب كرة النفطي يلقاها. ماذا سيفعل النفطي؟ النفطي يمر بكرة خطيرة، كرة صعبة عرضية وهدف التعادل، وهدف التعادل من أساموا فريمبونج. يسجل هدف غالي جدا للنادي الصفاقسي، هدف مهم جدا للنادي الرياضي الصفاقسي. جمهور السي اس اس يهلل لهدف كبير، السيناريو يتغير مثل سيناريو بوتريكا قلب الفينال، فانه هدف اساموا يقلب الدولة في الفينال. 1-1 اساموا فريمبونج. 2 اللي قلت قوة السي اس اس ينطلق. 2 النفطي فريق في نهاية هذا العرس الكروي العربي الافريقي. 5 دقائق بالتمام والكمال، واكيد وأن النادي الصفاقسي في وضعية المدافع والنادي الاهلي في وضعية المهاجم. وكرة مرتدة والحارس احمد الشواشي، كرة مرتدة دفاعية من بشير المشرقي والحارس احمد الشواشي. اليوم حارس كبير جدا، اليوم احمد الاسمراني غنى كل الاغاني امام القيمة الثابتة عماد متعب والانجولي فلافيو امادو والمايسترو محمد ابو تريكة. تولعت المدرجات في ملعب رادس، لا يمكن ان نتابع من خلال هذا الدخان اجواء ملعب رادس. شادي محمد، كرة طويلة في عرض الدفاع التونسي، لمسة من عماد متعب، مرتدة، تصويب، وجول جول جول جول. الهدف الأول للنادي الأهلي، محمد أبو تريكة يخطف الهدف، هدف غالي جدا. فرحة كبيرة في الجهاز الفني للنادي الأهلي والمايسترو محمد أبو تريكة. بكل تأكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهاية تراجيدية، ستكون النهاية دراماتيكية على أحد الفريقين. وهذه الكرة المرتدة يسارية قاتلة جدا من محمد أبو تريكة في شباك الحارس أحمد الجواشي، وهدف ل0 للنادي الأهلي. هدف والله بصراحة قاتل على الدفاع التونسي. شوف بدون مراقبة، على طول محمد أبو تريكة يضع الكرة في شباك الحارس أحمد الجواشي، وسباق ضد السرعة حاليا يخوض النادي الصفاقسي. تنقلب كل المعطيات رأس على عقب في هذا الوقت القاتل، في هذا الوقت، وهذا هجوم للنادي الصفاقسي، ولكن تضيع الكرة والجمعة في التصدي، والرياض ينطلق في هذه الكرة. اكيد هدف يقيم صمت رهيب حاليا على ملعب رادس، هدف مفاجئ، هدف حقيقة على عكس كل توقعات الجمهور الحاضر في ملعب رادس. فاجأ به محمد ابو تريكة نجوم الفريق المصري النادي الاهلي، وبالطبع المتابعة من انيس بوشلبان. اكيد وانه هنا في ملعب رادس النادي الاهلي كان مع نهاية الشوط الثاني اكثر مجازفة، اكثر اصرار وعزيمة لخطف الانتصار، وكان له ذلك بما انه تمكن في الوقت البدل الضائع من انهاء كل احلام النادي الصفاقسي بالفوز بهذه الكأس لاول مرة في تاريخه. على كل لم تنتهي المباراة تنتهي عند الصفرة النهائية للحكم البنيني كوفي كوتجا سيستعمل الورقة في نهاية المباراة، الورقة الصفراء سيستعملها اذا ضد انيس بوشلبان بعد التدخل على حسن مصطفى. ان شاء الله تكون نهاية يعني بكل الروح الرياضية.
اذا مشاهدينا الكرام الحكم كوفي كوتشا يراقب الساعه. التغيير يطلبه مدرب النادي الصفاقسي. كرة في وسط الدفاع، في وسط الدفاع للنادي الاهلي. عبد الكريم النافتي، انيس بوشلمان. الحكم يطلب اللعب ويقول تماس للنادي الصفاقسي. كرة داخل منطقة الجزاء وشادي محمد. تفتكروا الكرة من جديد استرجعها كابتن الفريق المصري. الضغط اصبح على ممثل كرة القدم التونسية فتح الغربي، يكسب ضربة مخالفة والرياض يعود. الخروج منتظر اذا دخول لبلاس كواسي وخروج للشادي الهمامي. خروج متوسط ميدان دفاعي، دخول مهاجم واضح. اخر فرصة كبيرة جدا من اجل التعديل ولعب ركلات الترجيح بالنسبة للنادي الصفاقسي، او النهاية طبعا السعيدة للاهلي والدراماتيكية للنادي الصفاقسي. كرة من عبد الكريم النافتي في الدفاع الاهلاوي، ترجع عكسية ولا تبقى لاحمد شديد الكناوي. احمد شديد الكناوي. طبعا حسام البدري يطلب من كل اللاعبين العوده الدفاعيه ما عدا فلافيو امادو. لحظات تاريخيه، لحظات قاتله بالنسبه للكره الصفاقسيه والتونسيه عامه، وسعيده بكل السعاده بالنسبه للاهلاويه والمصريه بصفه عامه. كره طويله من بشير المشرقي ونهايه المباراه مشاهدينا الكرام بتتويج النادي الاهلي للمره الخامسه في تاريخه، يعادل الرقم القياسي لنادي الزمالك. 5 ألقاب للنادي الاهلي، والنادي الصفاقسي يفشل في التتويج. الف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الاهلي والكره المصريه بصفه عامه. حظ اوفر للنادي الصفاقسي، وهذه هي الكره دائما تبقى لا تقبل، لا تعترف بالمستحيل. مانويل جوزيه فعلها اخيرا، تمكن من وضع اللمسات الاخيره لقلب المعطيات لصالح النادي الاهلي. الف مبروك من جديد للنادي الاهلي والنادي الصفاقسي. اكيد نشكره على كل ما قدمه لكل عشاق الكره التونسيه منذ بدايه الادوار التمهيديه الى حد هذا الدور النهائي. كره القدم بكل السعاده، كره القدم بكل التعاسه، هذه هي ميزه كره حارس المرمى كاسالي داوودة، حارس اللي لعب معظم لقاءات نادي الكوتوني الكاميروني. والوفيو ضربة حرة من مكان افضل من ركلة ركنية طبعا لصالح النادي الاهلي. لعبت على طول عرضية، جول جول هو قلب السد، هو البرنس. هدف مبكر مع اول دقيقتين ونصف. تمناها خالد بيومي، توقعها حماده صدقي، وكلنا دعينا وتوجهنا الحقيقه النادي الاهلي يسجل. وادي هنا استاد القاهره كله احمر. هي ليله حمراء، ليله كرويه جميله. شوف التلك الجميل وشوف اول 3 دقائق يسجل النادي الاهلي اول اهداف المباراه هنا عن طريق اللاعب وائل جمعه. بص قلب الاسد الاهلاوي وقلب الاسد واللاعب الدولي المصري يحط راسيه جميله ويتقدم لصالح النادي الاهلي. عملت ده احمد حسن، والله ده شكله كده احمد حسن، ولا هو هنشوف احمد حسن ولا وائل، انما هدف ما تفرقش طبعا معانا. ابو تريكه البركه عملها حلوه جدا وسجل النادي الاهلي اول اهداف اللقاء. سجل النادي الاهلي اول اهداف اللقاء. المخرج بيجيب هنا اللاعب وائل جمعه، ودي فرحه جميله اهلاويه. يتقدم النادي الاهلي. النهارده بنلعب بفلافيو، على فكره النهارده موجود معانا طبعا طيب الذكر دائما اللاعب عماد متعب، موجود معانا في استاد القاهره النهارده الحقيقه اللاعب عماد متعب. ضربه الحره مباشره الاهلاويه خطيره جدا، تاني هات من جوه الشبكه، هات من جوه الشبكه. ده اللاعب فلافيو هو الجول الاصلي. الله، 2-0 النادي الاهلي، 2-0 النادي الاهلي. ولعوها، حلوها، شعللوها، جملوها. ادي الطاووس البرتغالي. الاهلي فريق غير يا جماعه، الاهلي فريق غير. الاهلي فريق يخليك قاعد في مجلسك وانت عندك اي مشوار تتأنى، وانت عندك اي ميعاد تلغيه، وانت موجود مع فلافيو تفرح، وانت موجود هنا مع كاستي داوودة لازم تجيب الكوره من داخل الشباك. مش ممكن 70,000 متفرج. هو ده المعدن الاهلاوي الاصيل، هي دي الكره الاماميه الخطيره، وهو ده فلافيو. افرح يا مصر بالكامل، وفرح النادي الاهلي جماهيره براسيه انجوليه، براسيه فلافيه، بهدف جميل، هدف ثاني في اول ربع ساعه. هو ده السيناريو اللي كتبه طبعا حسام البدري وكتبه مانويل جوزيه وكتبته كل الجماهير المصريه الاهلاويه بهدف جميل على يسار حارس المرمى. 2-0. لا البدايه جميله ان شاء الله، البدايه جميله. ادي على طول فلافيو سجل هدف حلو جدا النهارده. فلافيو هو قال لك ان الملاعب المصريه والنادي الاهلي ليه دور كبير جدا في حياته الكرويه.
ابو تريكه، نهدى ما نفقدهاش. ممكن ناخد كورنر تاني او اوت تاني لكن ما نفقدهاش. ابو تريكه مظبوط كده، بيركز ابو تريكه وبيلعب برضه على مرمى. الله، هي جول، هي جول من ثواني بقول هنعملها، عملناها. احمد حسن الكينج احمد حسن، جول جميل جميل جميل، جول رائع، جول فيه تاكتكس، فيه مهاره، فيه ريحه النادي الاهلي، فيه جمال النادي الاهلي نادي البطولات. جول حلو قوي يا جماعه، نموذج فعلا للمتابعه من على الايام القريب. الكورنر اتعمل، شوف بيعمل ايه، شوف ابو تريكه، شوف احمد حسن قطع ازاي، شوف قطع ازاي، قبل واحد، قبل اثنين، قبل ثلاثه، موجهها في بوزيشن جميل جدا بمهاره عاليه قوي قوي. خلص يا احمد، خلص يا حبيب قلبي. احمد حسن نجم كبير قوي قوي، الكينج النهارده احمد حسن. اغلى جول لمصر، اغلى جول للنادي الاهلي، اغلى جول لينا كلنا، جول نموذج، في مهاره، في تاكتكس، في فكر عالي جدا. انا من ثواني بقول هنشتغل وهنعمل كول داون زي جيم، لكن مش هنسكت، هنروح في هجمه نخلص جول. هي بالظبط ساني داوودة. طبعا هيقولوا ما نطمعش، لا نطمع ونجيب تاني وتالت، ايه المشكله؟ فرقتنا حلوه، عندنا ثقه في فرقتنا. انا نسيت اساميهم، بقالي فتره مش عارف اقول اسامي لعيبه الكاميرون لانهم مش عارفين يمسكوا الكوره. النادي الاهلي مش ممكنهم. نرجع تاني مبوندو، يلعبها مبوندو طويله وبيحاول يحط جسمه داوودة ويلعبها بالعرض. داوودة تترد خطر عدت بره، ولا جول ولا ايه؟ هنشوفها اتشاطه بره ولا جول، مش باينه، الكاميرا مش باينه، لكن جول اعتقد، جول جه من مسافه بعيده. بيتابع لسان عبد الكريم، هدف، هنشوفها بالظبط، الكاميرا مش مبينه حاجه، جول ولا مش جول مش عارف، انا ما شفتش كوره في الشبكه، لكن اعتقد كده بيسلموا على بعض. في هدف بنلعب في الثواني الاخيره. اتلموا في مساحه او ضغطوا في مساحه، لكن في متابعه من داوودة كاميلو، حطها جامده جدا بوش رجله. خدت الشبكه وخرجت، قطعت الشبكه، وهدف لسان عبد الكريم. لسان هيلعب الفاول، تتلعب على طول على القايم البعيد عاليه بدماغه امير، حاسب يا امير، بعيده ومتابعه، وهدف ثاني للقطن الكاميروني. لازم نحافظ. اتعملت على القايم البعيد وتابعها في ظهر المدافعين او في ظهر امير عبد الحميد، وهدف ثاني للقطن الكاميروني. 2-1، لكن برضو لسه معانا الوقت. هنا اتعملت على القايم البعيد، اتردت في ظهر المدافعين وفي ظهر حارس المرمى، مش يتابعها اللاعب بابا اسماعيلة، وهدف ثاني للقطن الكاميروني. لكن لسه بطمن حضراتكم برضو معانا الوقت ومعانا المكسب معانا لغايه دلوقتي. هم عشان يكسبوا، لا قدر الله، عشان يكسبوا لازم يجيبوا ارض، وممكن احنا نجيب جول ونريح كمان، لان الهدف خارج الملعب يساعدك كتير، يرجح كفه فريق. طويله، في تسلل ولا ما فيهاش، ويتابع ويمسك امير. برافو امير. كوره صعبه من اللاعب الخطير بابا اسماعيلة، وقف على ان فيها تسلل، لكن امير قفل حلو قوي ومسكها ببروده اعصاب، هادي ومتزن، واعصابك هادي يا امير، لانه لو بيتابع فلافيو تاني يمسكها بقى، عديها نص الملعب، ممكن دي حلوه دي. يلا بركات، انت اعملها بركات، ورينا واحده حلوه، واحد ضد واحد، خدوا لجوه، خدوا لبره، يلا يا جمالك يا بركات، ده انت لعيب قوي. ضربه جزاء جميله من اللاعب الجميل قوي بركات، لعيب جميل، وانذار، والحكم كمان رائع يا جمال حمودي، حكم متمكن، حكم عالمي، الراجل ده عالمي. شوف بركات بيعمل ايه، شوف خده ازاي يا بركات، ده انت رائع يا اخي، ده انت ممتع. رايح ياخد ضربه جزاء، ما بيهزرش بركات، راح ياخد ضربه جزاء. ما انت هنا لسه هتفوت وترقص وتروح تجيب جول، طب ما تاخد ضربه جزاء، خدها. هو ده الفكر. جزاء في اخر دقيقه من المباراه، والنتيجه 2-1 للقطن الكاميروني. وشادي بيركز شادي، هاتها لنا، ريحنا شادي، داخل شادي، يلا
يا جمالك يا شادي، يا جمالك يا شادي، يا جمالك يا نادي اهلي. نادي كبير قوي قوي يا جماعه، فرقه كبيره قوي قوي يا جماعه، فرقه عالميه. شوف الفرحه، شوف الفرحه، ما ده الكاس بقى، هو ده الكاس، دي البطوله، دي البطوله. رايح ما بهزرش، انا ما بهزرش، ما اعرفش الهزار، انا فايتر رايح اكسب، مش اجيب جول، اجيب جولين. برافو يا شادي، برافو يا شادي، خارج ملعبك جولين، هو ده الكلام. مهما تقول لي قطن الكاميرون ما حدش يجيب فيه جوال، لا الاهلي يجيب، الاهلي جامد قوي قوي، الاهلي جامد قوي. شوف الفرحه، شوف الفرحه الاهلاويه. مصر اليوم هتبقى في عيد، فرحه بجد، فرحه بجد. كأس غالية قوي قوي، وهدف تاريخي تاني لشادي من ضربة جزاء. انما هقعد اسقف لك يا بركات على الهدف ده، هسقف لك لانك جهد رائع وفكر رائع، ومانويل جوزيه حطه في المكان ده عشان يقوم بثلاث ادوار، يبقى ظهير ايمن وهاف يمين ومهاجم. صالح نادي الترجي وسط البوبوتيلا امامنا هنا بتغطي بصوتها العالي العالي العالي. وليد الهشري امامنا هنا يسجل من خطا قاطع. عبد الله السعيد، كرات العاليه من الاهلي كلها من نصيب المدافعين، لكن المره دي استلام حلو احمد فتحي ويلم جميله جميله. يلا يا جول، يلا يا جول، يلا يا جول. السيد حمدي، السيد حمدي هو من يعود بالاهلي لحد ما مواجه لمرمى فريق اورلاندو، وضربه حره بالقدم. النجم الكبير ابو تريكه وتصويبه قويه، جول جول جول، الهدف الاول، جول 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 محمد ابو تريكه، محمد ابو تريكه، والهدف الاول، هدف التقدم للنادي الاهلي. شوطه حلوه جميله، شوطه حلوه جميله في التسعين بقدم نجم النجوم مع شوق الجماهير، النجم محمد ابو تريكه اللي دائما هو صانع الفرحه، صانع السعاده على جماهير النادي الاهلي. محمد ابو تريكه وهدف التقدم في تصويبه جميله مدويه في التسعين، هدف جميل بقدم النجم الكبير محمد ابو تريكه. ابو تريكه يا فنان، دايما في القلب عنوان، دايما الذكر على مر الزمان، ولك في قلوبنا مكان يا محطي بكل الارقام، ومشرفنا كمان وكمان، وهتوديه سليمان. دفاع ممتاز من وليد، ورا ناحيه الجعلي، خطير جعلي بلان سلام من مانيزا، عدى مانيزا والتصويب الارضيه لكده 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 لكده. هدف التعادل، هدف التعادل لفريق اورلاندو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضيع من عمر المباراة. لكده يا شباب، لكده يا نجوم، تصويبة قوية عرضية زاحفة في البعيدة، تروح وتعدي على الشمال لشريف إكرامي عشان فريق اورلاندو يسجل هدف التعادل، هدف في اللحظة الأخيرة وفي الثانية الأخيرة من عمر المباراة. تعادل إيجابي 1-1، تعادل إيجابي 1-1. تقدم الأهلي بهدف بقدم أبو تريكة، والتعادل فريق اورلاندو بهدف التعادل بقدم تقريبا اللاعب سيجوليلا في الثانية الأخيرة من عمر المباراة. هذه العادة عدى وفاق بمهارة وتصويبة قوية بالقدم اليسرى بقدم رقم 8 متلابة. اللاعب متلابة هو صاحب هدف التعادل مع ثواني أخيرة قاتلة من عمر المباراة. تعادل بالطعم المكسب بالنسبة لفريق اورلاندو. شفنا الليزر النهارده الموجود بقوه. ادي امامنا لمسه وليد على طول الكوره لمحمد ابو تريكه. ادي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وادي ابو تريكه. يلا يا راجل، يلا يا راجل، هو ده ابو تريكه، هو ده ابو تريكه. اللمسات مع النيات، هنا اللمسات الحلوه مع النيات الحلوه. تميمة الاهلي محمد ابو تريكه هو دائما وابدا يسجل في المباراه النهائيه، ويسجل هدفه الافريقي في هذه المسابقه رقم 32. ابو تريكه، ابو تريكه ولع الملعب يا ابو تريكه، اسعد جماهيرك يا ابو تريكه، فرح المصريين يا ابو تريكه. ادي امامنا الكوره، شوف النادي الاهلي بقى نقلوها ومرروا الكوره، وادي الكوره عبد الله يسدد، وابو تريكه الكوره بتحبه، الكوره بتكافئه دائما وابدا. هو الرجل الذي ياتي بالحظوظ يعني الالقاب اللي بتاتي من خلال بقى لمسات، نفحات، امنيات، هي نيات لهذا النجم الكبير محمد ابو تريكه. بص شوف عبد الله السعيد
وشوف بقى هنا الكوره التقطها وعملها، يا ولد يا ولد يا لعيب، لمسه فنان باحساس من تمد الاهلي، تمد الحظ الاهلاويه. ياتي ابو تريكه باول اهداف المباراه مع انطلاقه، مع يعني فرحه اهلاويه، مع التزام ان شاء الله في مدرجات الملعب. هدف في الدقيقه 54. هذه الجماهير السعيده، بعض الزملاء الاعلاميين يعني موجودين في المدرجات، معلق زميل حميده موجود في المدرجات الاهلاويه، كل واحد اول، لان الاهلي يعني نجوميته في فريقه، في جماعيته، في الروح والاصرار اللي عند اللاعبين. ادي احمد شديد يحاول، احمد شديد ادي امامنا الكوره، احمد شديد يلعب عرضيه حلوه وانتظارها عبد الله السعيد، استلم حلو عبد الله والدعم من احمد فتحي وتسديده والجول الثاني. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، احمد عبد الظاهر والظاهر اللقب اهلاوي، احمد عبد الظاهر يعلنها حمراء، والهدف الثاني في الدقيقه 78. احمد عبد الظاهر، شفنا كوره من شديد لعبد الله السعيد لاحمد فتحي لاحمد عبد الظاهر. الاهلي حديد، الاهلي حديد، الاهلي يجيب الهدف الثاني، هدف لابو تريكه في الدقيقه 54 وهدف لعبد الظاهر في الدقيقه 78. لا تقول لي اورلاندو ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيمبي ولا تقول لي حاجه، ده النادي الاهلي هنا، الاهلي هنا يا ساده، الاهلي هنا يا ساده، يفعلها في هذه اللحظات. عبد الظاهر يسجل 3 اهدافه في هذه المسابقه. ادي امامنا عبد الظاهر، لكن بص شوف عبد الله السعيد، لا احمد فتحي وعبد الظاهر استخدم بقى ايه؟ استخدم العقل، غشها من ابو تريكه، مش مهم، المهم المحصله اهلاويه. بص شوف عبد الله السعيد، احمد فتحي ومستنيها والسنده بقى من لمسه واحده. يا ولد يا ولد يا قناص يا احمد عبد الظاهر، اتلغى لك هدف في مباراه الذهاب، النهارده بقى سجلت وتسجل عشان تولع الملعب وتسعد هذه